السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد. جالي أحد الأصدقاء المتابعين من السعودية سألني، سألني قال لي أنا عايز وظيفة الكابتن كاملة. الصراحة الكابتن ده وظيفته مهمة جدا وناس كتير مش واخدة بالها منه. كابتن أوردر الكابتن أولا هو المسؤول الأول في المطعم عن الضيافة، كأنه ممثل للضيافة في الشركة أو في المطعم أو في المؤسسة، لأنه أول حد بيستقبل الجست. لو أنت ما عندكش هوست، ومعظم الاماكن ما فيهاش هوست او مضيف او مضيفه، هو الكابتن بيقوم بالموضوع ده، بيقابل الجست ويقعده اهلا بيك وبيتكلم معاه. فهو اول من يلتقي بالجست وهو داخل الصاله هو الكابتن، دي اول حاجه. فهو ممثل للضيافه، زائد طريقه تعامله مع الجست كمان بتعكس خلفيه المكان وثقافته. دي اول حاجه للكابتن. فالجزء ضيافه. جزء اداري مهم جدا كمان، هنقولها بالتفصيل. ان هو اول واحد بيتلقى شكاوى العملاء او الجست او ضيوف. اول حد بيتكلم معاه هو اللي قدامه في الصاله، يقول الاوردر عندي كذا، الاوردر غلط كذا كذا. ثالث حاجه هو ممثل للمبيعات في الشركه او الماركتنج، كانه مسؤول ماركتنج في الشركه. فاول حاجه هو بيقابل الجست. وظيفه الكابتن ايه؟ بيقابل الجست الاول، بيقعده في الصاله، يبدا يقترح عليه المنيو او يقدم له المنيو وياخد منه الاوردر بتاعه، ويبدا ينفذ الاوردر ده من خلاله او من خلال الويتر اللي بيساعده والباسبور بالطبع. هو مسؤول عن نظافه المكان، ان هو مسؤول عن يعمل بريفنج الصبح للناس اللي معاه، الستاف اللي معاه، يبدا يعمل بريفنج ليهم، يوزعهم كل واحد في الستيشن بتاعه او في الموقع بتاعه او في المكان بتاعه. فهو مسؤول بالتالي عن مساله تنظيميه. فاخر شفت برضه هو مسؤول عن تنظيم المكان ونظافته والتقفيل بتاعه بشكل جيد. دي حاجه مهمه جدا. هو كده في حته الضيافه. بعد كده في حته اخذ الاوردر، هو المسؤول الاول عن زياده المبيعات في الشركه. تخيلوا، هو والاوردر تيكر والراجل اللي واقف كشركه الكواليس، هم دول الثلاثه اللي ليهم حلقه اتصال مباشره مع الجست بتاعنا. هو اللي بيقدر يقترح مبيعات، يعمل اب سيلينج، يقترح الحاجات من الاكبر زي ما اتفقنا قبل كده، يقترح حاجات معينه، يكمل اصناف جانبيه للوجبه بتاعته. يبقى اذا هو في الحاله دي يعتبر ممثل المبيعات. قلنا الاول ممثل الخدمه ومنظم، وبعد كده هو ممثل للمبيعات. هو القائم بالمبيعات والمسؤول عن المبيعات وسبب اساسي في زياده المبيعات بتاعه المكان. ثالث حاجه اللي هو يكون مسؤول عن ايه؟ يكون مسؤول عن الاضافه والتركيز مع الجست. هو بياخد الاوردر بتاعه، بعد كده هو بيوزع الناس. الجزئيه الكبيره جدا قاعده كلاس اللي شرحناها قبل كده، هو بيكون مسؤول عن حل مشاكل الجست. زي ما اتفقنا، في مشاكل مش هيقدر يحلها الكابتن ولا الميتر، هيحلها المدير، بس معظم المشاكل بيقدر يحلها الكابتن. لو هو راجل لابق وشاطر في مهنته بيقدر يحل المشاكل دي. بيتعامل مع الجست، اوردر جه غلط، اوردر اتاخر، يقدر يعتذر له بلباقته بكذا بكذا، بيقدر يدي نتيجه كويسه في الاخر. فاذا هو ممثل للضيافه، ممثل المبيعات، ممثل لحل مشاكل العملاء، وفي الاخير هو مسؤول عن الضيافه والمسؤول عن الستيشنز بتاعته. ولو كابتن قديم او هيد ويتر او اعلى منه او مدير صاله او متر بيبقى نفس الوظيفه. ولو مدير صاله مش موجود او سوبرفايزر صاله مش موجود، هو بيقوم بكل المهام دي. فهذا الموضوع مهم جدا ومحوري في المطعم. ده ببساطه الموضوع، عشان مش عايزين نطول كتير، بس ده ببساطه موضوع الكابتن. شكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله.